ازيكم يا شباب؟ وكلام بقى عن فوز منتخب مصر على اثيوبيا 2-0 في الجوله الخامسه من تصفيات كاس العالم. ومنتخب مصر بهذا الفوز يعني يتربع على عرش المجموعه برصيد 13 نقطه، ويليه في الترتيب بوركينا فاسو وسيراليون برصيد 8 نقط. فاحنا دلوقتي وصلنا لنص التصفيات، انتصفت التصفيات ومنتخب مصر على قمه مجموعته، والفرق بينه وبين اقرب منافسيه 5 بونت. فكده يعني نقدر نقول ان شاء الله بنسبه كبيره جدا منتخب مصر عنده فرصه، يعني بنسبه 99.9% ان هو يتاهل لكاس العالم القادمه، وخصوصا كمان الماتش الجاي قدام سيراليون. المنتخب لو كسبه ان شاء الله وبنسبه كبيره هيكسبه، هيبقى كده الفرق بينه وبين سيراليون هيتسع ل 8 نقط. وبوركينا برضو يعني مش الخصم المرعب، امرها سهل. فالمنتخب يعني خطى خطوات كبيره جدا في سبيل التاهل لكاس العالم في امريكا وكندا والمكسيك 2026. احرز اهداف منتخب مصر محمد صلاح في الدقيقه 31 بعد ما حمدي فتحي يعني قطع الكوره من الدفاع اثيوبيا المتواضع. يعني اثيوبيا بشكل عام متواضعه. حمدي فتحي لعب اسيست رائع لمحمد صلاح، محمد صلاح ينفرد ويحطها في الجون. والجون الثاني في الدقيقه 40 جمله رائعه برضو بين احمد مصطفى زيزو ومحمد صلاح، وزيزو يحط الكوره في القريبه، في الزاويه القريبه لحارس المرمى، جون حلو. فالجونين جم في الشوط الاول. التشكيل يعني على الورق تقدر تقول ان تشكيل 4-3-3، لكن على ارض الواقع 2-4-1-3. يعني شكل المنتخب في الملعب 2-4-1-3، يعني كثافه هجوميه كاسحه. عارفين انتوا فاكرين جوارديولا من سنه او سنتين كان بيلعب، ايام ما كان بيلعب بجون ستونز في نص الملعب، كان بيستخدمه بشكل كبير في الحته ديت ان هو يبقى مسمار في نص الملعب. كان جوارديولا بيلعب بخطه اشبه ل 3-1-4-2. حسام حسن عكس الخطه ديت، بقت 2-4-1-3. يعني المنتخب كان بيلعب بمحمد الشناوي في حراسه المرمى، يعني بشكل كبير لم يختبر. اتنين سنتر باكس، رامي ربيعه ومحمد عبد المنعم، برضو يعني لم يختبروا بشكل كبير. ادائهم كان اداء معقول. رامي ربيعه ممكن كان عنده مشكله شويه في البيلد اب، والكره اتقطعت منه او عمل ميس باس في البيلد اب كذا مره. بس بشكل عام يعني برضو هجوم اثيوبيا مش الهجوم المرعب اللي يحط دفاع منتخب مصر في اختبارات، وده اللي جرأ حسام حسن. وهقول لكم يعني الكلام ده هجيله ليتر في الفيديو. ليه حسام حسن بيلعب بالكثافه الهجوميه البشعه دي؟ فالاثنين سنتر باكس لم يختبروا بشكل كبير، ادوا اداء معقول. وقدامهم بقى اربعه. في اليمين محمد هاني اداء نص نص، وكان عنده ميس باص كتير، رفعاته غير متقنه كالعاده يعني، لكن كان عنده تغطيات دفاعيه الى حد ما كويسه. في نص الملعب مروان عطيه وحمدي فتحي. مروان قدم اداء كويس، كان متواجد في المساحات اللي المفروض يتواجد فيها، كان بيقطع الكوره، كان همزه وصل بين الدفاع والهجوم. مروان عطيه قدم اداء جيد، وحمدي فتحي كان دوره بشكل كبير جدا ان هو يغطي على تريزيجيه. اما تريزيجيه يطلع في الهجمات، تريزيجيه تقدر تقول عليه اللي هو الطرف الشمال. شويه تلاقيه في قدام في الهجمه كانه وينج، شويه تلاقيه في نص الملعب كانه ليفت وينج باك، شويه تلاقيه في الحته في الباك الشمال كانه باك شمال. فتريزيجيه بيقدم الاداء المعتاد مع حسام حسن، هو يعني بيشكل خطوره، بس كان الحظ ما كانش واقف معاه بشكل كبير في ماتش اثيوبيا. قدامهم بقى احمد سيد زيزو اللي لعب افضل ماتشاته، وخصوصا في الشوط الاول، يعني من ساعه ما انضم لمنتخب مصر. احمد سيد زيزو بيقدم احسن ماتشاته مع حسام حسن ومع منتخب مصر. قدامهم الثلاثي محمد صلاح قدم اداء معقول، واسامه فيصل برضو اداء نص نص. يعني هو اسامه فيصل تقدر تقول ان هو بياخد احتكاكات او خبرات عشان يبقى بديل لمصطفى محمد في المواجهات المهمه والمصريه. وعمر مرموش كان مختفي تماما كانه ما جاش. فده تشكيل المنتخب. والتشكيل بقى وطريقه اللعب 2-4-1-3 وفكر حسام حسن في الملعب الكثافه الهجوميه الكاسحه. ده بيقول لك ليه حسام حسن بقى ما خدش باك شمال. يعني في ناس كتير بقى قعدوا يتكلموا ازاي بقى القايمه ناقصه يا عميد، فين الباك الشمال ومش عارف ايه. وحسام حسن مش في فكره اصلا الباك الشمال، هو عنده تريزيجيه ووراه حمدي فتحي، ووراه يعني مثلا واحد زي عبد المنعم في الحته الشمال ديت بيغطي وراهم برضو. هو الجماعه دول مكفينه. هو ده فكر حسام حسن. ففكر حسام حسن ده ياخدنا بقى للكلام شويه على شخصيه حسام حسن. شخصيه حسام حسن هي شخصيه يعني ما بتعرفش الحلول الوسط، مش متوازن. او هو متزن، يعني تقدر يعني هو عاقل، بس في فرق بين المتزن والمتوازن. هو مش متوازن، هو اكستريم. يعني بيحب يروح للحاجه المتطرفه في ارائه، في افكاره. هو طول عمره كده، يعني هو حسام حسن
تحسه دايما ما بيعرفش الحلول الوسط، يا كده يا كده، يا ابيض يا اسود، جدلي مثير للجدل. فعشان كده يعني الحاجات ديت تقول لك ليه حسام حسن بيلعب بخطه في الملعب غير متوازنه. يعني حسام مش بيلعب بشكل متوازن من ساعه ما مسك المنتخب، دايما هجومي بحت، هجوم 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 هجوم، وتلاقي نص الملعب فيه فجوات، وتلاقي الدفاع فيه فجوات ومساحات كبيره، وفي مشكله في التمركزات الدفاعيه، وهنيجي للكلام دوت. فبنحاول بس نقرا يعني فكر حسام حسن من واقع شخصيته. فهو من منطلق ان هو ما بيعرفش التوازنات، ما بيعرفش الحلول الوسط، هو مش متوازن كمان في خطته، دايما مايل للهجوم بشكل كاسح. بيفكر كده ببرازيل 82، بجانب ان هو بيحب اثاره الجدل، بيحب يكون في تحت الاضواء دايما. فتلاقيه مثلا ياخد لك او يعمل لك اختيارات غريبه، في قائمه المنتخب ما ياخدش امام عاشور اللي هو افضل لاعب في الدوري، رغم ان الموضوع ممكن يكون ليه اسباب انضباطيه. ما ياخدش باك شمال في القايمه، ياخد عبد العزيز البلعوطي حارس البنك الاهلي، محدش كان يتصور ان هو يروح المنتخب. ياخد كوكا اللي هو اصلا ما بيلعبش مع الاهلي، هو ما بيلعب باداء سيء جدا مع الاهلي، تلاقيه واخده في المنتخب وبيديله كمان وقت في الماتش. فهو بيحب يثير الجدل، يحب يكون عنده حته مختلفه، يحب يكون في حاجه عنده صادمه او بتفاجئ الناس. فعشان كده تلاقي حسام حسن بيلعب بكثافه هجوميه كاسحه. طيب ايه اللي مجرأ حسام حسن في حته الكثافه الهجوميه اللي بيعملها؟ يعني ان هو تلاقيه مثلا منتخب مصر في اوقات كتير من مبارياته، من المباريات اللي هو لعبها مع حسام حسن، تلاقي ان في 6 7 لعيبه من منتخب مصر موجودين في منطقه الجزاء بتاعه الخصم. يعني بيوصل الموضوع لكده، وشفنا في ماتش اثيوبيا دايما في كثافه هجوميه كبيره قدام. ايه اللي مجرأه؟ ايه اللي مخليه يعمل كده؟ هما 3 حاجات. الحاجه الاولانيه ان هو يعني لحد دلوقتي باستثناء كرواتيا، ماتش كرواتيا اللي لعبه من سنه في كاس عاصمه مصر، باستثناء الماتش ده حسام حسن بيلاعب خصوم ضعفاء. يعني ما بين بقى الراس الاخضر ومش عارف جيبوتي وغينيا بيساو واثيوبيا، يعني اقوى خصم بيقابله بوركينا يعني فاهم. فحسام مش بيقابل خصوم اقوياء حتى الان، فهو كل اللي بيقابلهم ضعفاء، فالضعفاء دول قدام اسم منتخب مصر، قدام الاسماء اللي موجوده في منتخب مصر اكيد هيكشفوا، فده بيجرأوا عليهم. يبقى اول حاجه ان هو بيقابل خصوم ضعفاء. الحاجه الثانيه الاسماء اللي موجوده في الشق الهجومي. يعني حسام عنده محمد صلاح ومرموش ومصطفى محمد وتريزيجيه. يعني الحاجات او الاسماء ديت هيخلوا اي خصم ان هو يخاف ان هو ياخد مغامره وياخد الليد من منتخب مصر ويهاجمه، عشان عارف ان هو هيتعور من الاسماء دي. فالاسماء ديت مجرأة حسام حسن ان هو يلعب بكثافه هجوميه وما ياخدش باك شمال معاه، ويخلي ان في واحد زي تريزيجيه هو اللي يقوم بالمهام بتاعه الباك الشمال على استحياء. يعني تريزيجيه على الورق هو الباك الشمال بتاع منتخب مصر، اللي هو لعيب هجومي بامتياز. فالاسماء دي هي الاسماء الشق الهجومي او المهارات الفائقه اللي موجوده في هجوم منتخب مصر، هي اللي مجرأه ومقويه قلب حسام حسن ان هو يلعب بالشكل ده قدام الخصوم. يبقى اول حاجه ضعف الخصوم، تاني حاجه الاسماء بتاعه منتخب مصر او المهارات اللي موجوده في هجوم منتخب مصر. الحاجه الثالثه اللي مقويه برضو قلب حسام حسن في اللي هو بيعمله، النتائج. هو يعني حتى الان هو ناجح جدا يعني في نتائجه، هو متاهل لكاس افريقيا 2025 وفاضل له خطوه ويتاهل لكاس العالم. ويعني اداؤه ونتائجه ممتازين مع منتخب مصر حتى الان. احنا يعني متصدرين مجموعه كاس العالم بتعادل وحيد و4 انتصارات. فالنتائج مقويه قلب حسام حسن جنب الاسماء اللي موجوده في المنتخب، جنب ان الخصوم اصلا اللي بيواجههم حتى الان في تصفيات افريقيا او كاس العالم خصوم ضعفاء. طيب ايه بقى الحاجات الايجابيه اللي حسام حسن يعني اضافها للمنتخب؟ يعني انا شايف ان توظيف تريزيجيه من الحاجات الايجابيه القويه جدا اللي عملها حسام حسن مع منتخب مصر. تريزيجيه بيقدم احسن اداء ليه مع منتخب مصر في عهد حسام حسن، رغم ان المركز بتاعه محدش عارف هو بيلعب ايه. تريزيجيه هو بيلعب في الطرف الشمال زي ما قلت كده، هو بيلعب طرف شمال. ده مركز جديد تم اختراعه في كره القدم لتريزيجيه، الطرف الشمال. الطرف ده حطه زي ما انت عايز بقى، مهاجم شمال، باك شمال، ما بينهما، اللي انت عايزه هو الطرف الشمال. فتريزيجيه متوظف بشكل قوي جدا مع حسام حسن، فده يقول لك ان حسام حسن عنده حته توظيف اللعيبه ديت حلوه. اكتشفناه هو في حسام. يعني لما حسام مسك منتخب بحجم منتخب مصر او فرقه تقيله فيها نجوم زي منتخب مصر، بدانا نشوف في توظيف لعيبه بشكل واضح. وده شفناه برضو مع احمد مصطفى زيزو. زيزو مع حسام حسن بيقدم احسن نسخه ليه مع منتخب مصر، مش تريزيجيه بس.
زيزو قدم احسن ماتش ليه مع منتخب مصر قدام اثيوبيا، قدم احسن شوط ليه مع منتخب مصر في الشوط الاول مع اثيوبيا. حسام حسن كان بيستخدم زيزو في القصه بتاعت يعني ان هو بيلعب احيانا مكان صلاح وصلاح يتاخر ورا، فزيزو يروح طالع قدام مكان صلاح في الطرف اليمين ويطلع ويرفع ويعمل بقى الشغل بتاع زيزو مع الزمالك، الرفعات والاختراقات من الجبهه اليمنى. شفنا القصه ديت مع زيزو، او زيزو كان بيعملها في الشوط الاول مع اثيوبيا وفي الشوط الثاني كمان. تلاقي صلاح اخر نفسه ورا شويه، سقط ورا في المركز بتاع زيزو AMF، وزيزو هو اللي راح مكان صلاح. ولما يكون الشكل الطبيعي اللي موجود، يعني صلاح في اليمين مرموش في الشمال واسامه فيصل في النص، زيزو كان بيجي من وراهم وبيعتمد عليه حسام حسن في حته الاختراقات من العمق. والجون اللي جابه زيزو في اثيوبيا كان اختراق من العمق ومن التصويبات بتاعت زيزو. يعني كان بيستغل زيزو في كل البوتنشال بتاع زيزو، سواء طرف يمين وصلاح تلاقيه اخر نفسه ورا، او بيلعب في نص الملعب ورا المهاجمين وبيعتمد عليه حسام حسن في الاختراقات وفي التصويبات اللي بيتميز بيها زيزو. فده توظيف جيد لزيزو، ان هو مش محجمه في مكان واحد قتله بيه، لا هو عطيله حريه ان هو ممكن يروح طرف اليمين يمين وصلاح ياخر نفسه وراه، او يخترق من العمق ويصوب من العمق، الحاجات اللي بيعرف يعملها زيزو. فده يقول لك برده ان حسام حسن بيعرف يطلع البوتنشال من اللعيبه حتى لو اللعيبه دي غيرت اماكنها. فدي حاجه ايجابيه انا شايفها بصراحه حسام حسن عاملها في المنتخب، حته توظيف بعض اللعيبه توظيفات جديده بتضيف للشكل الفني لمنتخب مصر اللي هو الشكل الهجومي. الشكل الهجومي. لكن على النقيض بقى، انا شايف الشكل الدفاعي لحسام حسن مش بيختبر بشكل كبير، ولما بيختبر الشكل الدفاعي يعني الحته الدفاعيه لما بتختبر بتلاقي فيه مشاكل. يعني شفنا في مساحات كبيره في ماتش اثيوبيا في دفاع منتخب مصر وفي نص الملعب، واثيوبيا لو كان منتخب تاني اقوى شويه كان هيعملوا مشاكل كبيره لمنتخب مصر. ففي الناحيه الدفاعيه ده بيقول لك بقى ان حسام مش بتاع التوازنات، مش بيلعب بخطه متوازنه، عشان هو اصلا مش متوازن في حياته وفي شخصيته. هتلاقي الحته الدفاعيه يعني لم تختبر، ومحتاجين ان احنا نشوف منتخب مصر قدام منتخب قوي عشان نشوف الدفاع اخباره ايه. قدام كرواتيا من سنه كان حسام لسه ماسك بس كان في مشاكل كبيره في الدفاع بتاع المنتخب قدام كرواتيا. فاحنا محتاجين نشوف بقى المنتخب، ويا ريت يكون في فرصه في التوقفات الدوليه القادمه، يعني يكون في ماتشات وديه نشوف فيها منتخب مصر يعني على الحقيقه بقى الكامله دفاعيا وهجوميا عامل ازاي. فده مش هيجي غير من احتكاك مع منتخب كبير. من الناحيه التكتيكيه يعني حسام حسن نقدر نقول ان هو قدم تاكتكس في ماتش اثيوبيا، يعني كان عامل كثافه هجوميه كبيره في الشوط الاول في منطقه جزاء اثيوبيا وما حولها، وبيحاول بقى يخترق من كل الاوبشنز المتاحه. يعني كان بيبقى في رفعات موجوده، تلاقي مثلا محمد هاني بيطلع يعمل رفعات، هتلاقي في اختراقات من الاطراف، يعني زي تريزيجيه مثلا تلاقيه بيخترق من الطرف الشمال، زيزو بيخترق وهو وصلاح من الطرف اليمين، هتلاقي في اختراقات من العمق عن طريق زيزو، هتلاقي في تصويبات زيزو يعني صوب كذا كوره في الشوط الاول. فحسام يعني مش عامل كثافه هجوميه كده وسايبهم وخلاص يلوشوا، لا يعني في جمل بتتعمل وفي اختراقات وتحركات معينه بتتعمل. يعني اي هجمه لمنتخب مصر هتلاقي تريزيجيه ضامم في الوينج الشمال وعمر مرموش ضامم في حته المهاجم، يكون هو واسامه فيصل اتنين مهاجمين. في تحركات وفي تمركزات بتحصل في الشق الهجومي تقول لك ان في الشق الهجومي بتقول ان في شغل مدرب بيحصل. في الشوط الثاني لما منتخب مصر بقى خلاص جاب جونين في الشوط الاول ضمن بيهم النقط بتاعه الماتش بشكل كبير، اثيوبيا كان المفروض يكون ليها رد فعل في الماتش، وقد كان في الشوط الثاني ان هم حاولوا ياخدوا الكوره ويعملوا هجمات على منتخب مصر. فكان منتخب مصر رد الفعل بتاعه ان هو بيلعب على التحولات، وكانت التحولات ناجحه لكن الفينش مش ناجح. فدي مش مشكله بقى حسام حسن. حسام حسن لما اتحط في اوبشن او اتحط في موقف ان هو لازم يلعب تحولات، لعب تحولات في الشوط الثاني، وتريزيجيه لوحده ضيع 3 فرص، واسامه فيصل ضيع، وصلاح ضيع، وزيزو ضيع، كلهم ضيعوا. التحولات كانت ناجحه لكن الفينش كان فيه مشكله، وكان يعني او ان شاء الله الفتره الجايه بقى المفروض حسام حسن يشتغل على حته الفينش دي. فانت بشكل عام هتلاقي حسام حسن وظف لعيبه توظيفات جيده في المنتخب، يعني توظيفات اكسكلوسيف قدموا بيها احسن نسخ ليهم مع منتخب مصر زي تريزيجيه وزي زيزو. هتلاقي في مشاكل في الدفاع
والدفاع يعني المفروض يتحط في اختبارات اقوى من كده عشان نشوف قصه الدفاع عامله ايه مع حسام حسن ومع منتخب مصر الفتره الحاليه. وهتلاقي في تكتيك بيتعمل وخصوصا في الشق الهجومي في مواقف متنوعه، زي موقف ان انت بيتلعب عليك او الفرقه اللي قدامك بتمسك الكوره فتعرف تعمل عليها تحولات، او ان انت تعرف تفك اللو بلوك اللي بتعمله الفرق الصغيره قدامك زي ما عملت اثيوبيا في الشوط الاول. انت عرفت تفك اللو بلوك بتاعهم عن طريق تحركاتك وجملك التكتيكيه. فهي تجربه حتى الان تجربه جيده، تجربه حسام حسن مع منتخب مصر تجربه جيده، نتائج جيده، اداء جيد، لعيبه بنشوف نسخ جديده منها لاول مره. فالدنيا ماشيه كويس، وان شاء الله تكمل على خير ونتاهل لكاس العالم، ونشوف بقى في ماتش سيراليون ان شاء الله يكون فيه اداء جيد ونتيجه كبيره تؤكد ان شاء الله جدارتنا بالتاهل لكاس العالم فيما هو قادم. ده اللي انا حبيت اقوله، واتمنى اشوف ارائكم في الكومنتات، واتمنى لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وتعملوا سبسكرايب للقناه، واشوفكم قريب على خير. سلام.